وبملعقة من معجون الأسنان أختي غتخلصي ليا من شي حاجة سميتها التجاعيد العميقة العنيدة والمستحيلة، وكذلك شي حاجة سميتها النحافة. يعني لا عندك أختي اليديدات ديالك ضعاف ما فيهم ما يتشاف، عامرين بالتجاعيد، عامرين بالزروقية والسمورية، فاليوم أختي بمعجون الأسنان اللي موجود في كل دار وفي كل منزل جيبيها أختي ويلا نصوبوا به واحد الوصفة المعجزة اللي غتنسي بها جميع الكريمات، الفون دو تان، جميع الأشياء اللي كنتي كتستخدميها من قبل، وغتبقاي اختي تستخدمي هذه الوصفه لانها زوينه، كتفتح، كتبيض ما شاء الله البنات، وغتغير حياتك حرفيا. فمهما كان العمر ديالك فوق 60 سنه او 70 سنه، وإلا ما جربتيش هذه الوصفه ديال معجون الاسنان غادي تندمي ندم عمرك، لانك يا اختي غتخليك ترمي عليا الادويه في الزباله. والوصفه كما قلت لكم اختي اللي غادي تغير حياتكم 180 درجه. اي مشكل اختي كان في البشره الوجهيه ولا العنيق ولا اليديدات ولا هاد الوصفه البنات راه ماشي بالشرط او من الضروري انك ديريها غير على اليدين، ولكن تحت طلب بزاف ديال البنات اللي قالوا لي شاركي معنا وصفات ديال اليدين، فاختي هاد الوصفه كدار من راسك حتى لرجليك، وخصوصا اليدين بالنسبه كما قلت لكم تحت طلب النساء اللي طلبوا مني وصفات لليدين. فاختي معجون الاسنان انا عارفاه كاين في كل دار، ولكن قليل اللي كتنوض تصاوب به بحال هاد الوصفه اللي كتزول حتى الحروق ديال الشمس، الحروق ديال اللي كيكون مثلا حرقك الزيت لا قدر الله، ولا الماء طايب، ولا اللهم الله يحفظنا ويحفظكم اجمعين. ولكن بطبيعه الحال هاد المسائل بعض المرات تيوقعوا للاسف، فاهم حاجه خصنا كيفاش نعالجوها كيفاش نداويوها غير في المنزل ديالنا وغير في البيوت ديالنا، بلا ما تنقلوا لحتى شي بلاصه وبلا ما نخسروا حتى شي حاجه ان شاء الله. فالمهم حبيباتي ما تنساوناش باللايكات ديالكم لهاد لا فيديو، كذلك حبيباتي اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، وخليو لنا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، استفسارات ديالكم، وشنو هما المواضيع ان شاء الله اللي تبغوني نشارك معكم. اي موضوع غزاله تبغوني نشاركوا معكم فانا راه الاشاره حاضره نظره ان شاء الله باش نبارطاجي معكم اي حاجه. وعلى بركه الله ندوزو لطريقه التحضير وطريقه ديال الاستخدام والاستعمال. المهم حبيباتي كما كنقول لكم ديما باش تكونوا سبب باش انه هذا الفيديو ان شاء الله يزيد ينتشر ويزيد يوصل عند بزاف البنات وحدين اخرين، والله ييسر امركم ويحفظ لكم وليداتكم. ما تنساوناش اختي واحد لايك حاجه فابور غادي غير تبركي ولا تضغطي عليها، ما تاخذش منك اختي حتى دقيقه، وغادي تكوني سبب باش هكذا ان شاء الله يوصل هذا الفيديو للجميع ديال النساء، ونديو الاجر العظيم كاملين بينا باذن الله. المهم في المقادير غنحتاجوا معجون الاسنان، عندي انا هاد النوعيه هي من النوعيه الصغيره ديال سينيال. بطبيعه الحال كتبقى المساله اختياريه، ممكن تختاروا اي نوعيه عندكم. بحال دابا مثلا غنشارك معكم بعض الانواع. كاين مثلا هذا حتى هو زوين بزاف الناس كيسولوني عليه، هذا البنات راه يلاه تقادا ليا، خديت منه الاول وهذا الثاني وبجوج كملوا ليا دغيا. كاين هذا البنات اللي كتجي فيه 125 غرام، الثمن ديالو حتى هو رخيص صراحه، وفيه ما يدار، اللون ديالو باللون الابيض. كاين هذا حتى هو زوين صراحه، كنجرب بزاف ديال الانواع. كاين حتى هذا البنات. كاين كذلك هاد النوعيه هذه. وجميع هاد الانواع حبيباتي راه كيبقاو مزيانين، فالحاجه اللي غتناسبك انت فهي اللي غادي تاخدي. هذا البنات راه داير 5 دراهم، هاد الصغيورين هادو حتى هما زوينين. كاين كذلك هذا البنات اللي كيجي بالفاخر اولا بالفحم حتى هو مزيان. فكما قلنا غنحتاجوا معجون الاسنان كما كانت النوعيه ديالهم طبيعه الحال ممكن تخدموا به. وغادي نحتاجوا ان شاء الله في المكونات الثانويه غادي نحتاجوا كميه من ساشي خميره الحلويات من فئه 8 غرام، سواء هذه النوعيه ولا واحد نوعيه واحده اخرى كتجي فيها البنات كميه ديال 7 غرام، بجوجهم مزيانين، سواء 8 غرام او 7 غرام فبجوجهم مزيانين. هاد النوعيه هذه كتجي باللون الاحمر، راه معروفه. بالنسبه للخميره راه المكون الاساسي والرئيسي اللي كيسولوني عليه البنات، يقول لي اختي بغينا شي حاجه تنفخ لينا حتى اليديدات ديالنا ما يبقاوش بارزين فيهم دوك العروق الخضرين، ولا يعني ما تبقى بارزه فيهم حتى شي حاجه. فعليكم بالخميرات ديال الحلوى غزاله البنات، كتنفخ كتبيض كتعالج التجاعيد كتوحد اللون، راه ما شاء الله البنات المنافع ديالها كثيره وبزاف. غنحتاجوا ساشي وحده ديال خميره الحلويات. من طبيعه الحال ممكن تخدموا باي نوعيه توفرات عندكم. كذلك حبيبتي ان شاء الله غادي نحتاجوا كميه من النشا او ما يعرف بالمايزينا. عندي هاد النوعيه اللي كتجي فيها تقريبا 180 غرام، الثمن ديالها تقريبا 8 ديال الدراهم. وغادي نحتاجو ان شاء الله كميه من ماء ورد. بالنسبه للماء ورد خديت هذا تقريبا ما بين 2 دراهم ونص حتى ل 3 دراهم. هذا ديال المكونه صالح للتجميل وحميره العين والحمى والتجاعيد، صراحه رائع جدا حبيباتي، زوين واقتصادي وكيحمق. يعني هذا لا لقيتوه غير خذوه، ما لقيتوش هذه النوعيه من طبيعه الحال راه ممكن تاخذوا اي نوعيه توفرات عندكم.
المهم هادشي اللي كاين. دابا غادي ناخذ ساشيه وحده ديال الخميره ديال الحلويات بهذا الشكل هذا كما قلت لكم من فئه 8 غرام. غادي ناخذ شويه ديال الماء ورد، وكنحاولوا نجمعوا هذيك المياه ديال الورد. شفتوا بحال هكايا مع ديك الساشي واحد ديال الخميره ديال الحلويات. ومن بعد غادي نبداو كنضيفوا في ديك الكميه ديال النشا على حسب، لانه مثلا كاين اللي غديرها ليديها، غديرها لوجهها، غديرها لعنقها، فغديرها لجميع المناطق، فخصها كميه كبيره. او كاين اللي مثلا غديرها غير اليدين، فالكميه كتبقى اختياريه. المهم انا هنايا درت 2 معالق ديال النشا او ما يعرف حبيباتي بالمايزينا. المايزينا البنات معروف عليها المنافع ما شاء الله. فين ما حطيناها الوجه، حطيناها اليدين، حطيناها المناطق الحساسه، ديما مبهره. وراه كيتخدموا بها تبريمات، كيتخدموا بها ما شاء الله وصفات. يعني كنصح بها هو بشده، يعني تبقاو تخدموا بها راه زوينه. المهم هنايا درت النشا، هانتوما خلطنا النشا مع كميه ديال ضفنا النشا وساشي واحد ديال الخميره ديال الحلوى. دابا البنات غادي نضيفوا كميه ديال معجون الاسنان. البنات اللي كيقولوا لي الشمن نوعيه، اي نوعيه البنات، راه وريتكم تبارك الله واحد 5 ولا 6 الانواع، اي نوعيه توفرات خدموا بها. شنو الدور ديال معجون الاسنان في الوصفه اللي شاركت معكم اليوم؟ الدور ديالو البنات وهو كان مكون اساسي. هو كاينين بزاف ديال البنات غير في العشرينات، غير في 25 سنه كيقول لي اختي راه اليديدات ديالنا كيبانوا شارفين، فحال اختي عندنا 60 سنه او 70 سنه او 80 سنه. مع العلم كاين بزاف البنات اللي ما كيديروش الجافيل بزاف ليديهم باش ما ينشفوا، يعني كيتهلاو فيهم، ولكن عندهم المشاكل ديال التجاعيد. فمعجون الاسنان البنات كيفتح، كيبيض، كيعالج جميع المشاكل ديال السواد والتسبغات، كيخليها كيتفتفت زي الرماد البنات. غزال 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 وبزاف. زائد اي حرق عندك، طاش، سيكاتريس، اي مشكل عندك اختي عليك بمعجون الاسنان. يعني حتى وان تحرقتي غير ديك الساعه مثلا، الله يحفظ والله يحفظنا ويحفظكم اجمعين يا رب، تحرقتي بالزيت اولا تحرقتي بالماء طايب، ديك الساعه خدي معجون الاسنان. عرفتوا كيبرد وكيهدئ ديك المنطقه، وما كتبقاش تزاد، بالعكس كتولي بشويه بشويه كتبقاي ديريه يوميا كل ليله قبل ما تنعسي حتى كيختفي داك الحرق نهائيا. بحال خديتو دوك لي بوماد اللي كيتباعوا في الصيدليات، وهذا يعني ثمن مناسب كيكون غير في الدار موجود. الدور ديالو كذلك انه كيخفي العروق البارزه في اليدين. كذلك الكرمشه تاع اليدين كما كنقولوا. بزاف بنات يقولوا لي يا اختي اليديدات ديالنا راه ولاو في واحد الحاله اللي هي خايبه. فاختي اللي غنبغي نقول لك انك خدمي بمعجون الاسنان، والله العظيم البنات غادي يخلصكم من تجاعيد سواد اليدين للابد، ومدى الحياة غادي تفتحي ان شاء الله حتى عقر الاصابع، وغادي تشيلي الخطوط البرزة والسواد وحتى اثار الشمس من ايديكي، وغادي ان شاء الله تنعميها وغادي تخليها بيضاء زي القشطة وخالية من التجاعيد والسواد للابد ومدى الحياة. الوصفة لتبييض اليدين بياض ملفت وازالة السواد عقر اليدين وازالة تجاعيد اليدين وكذلك كرمشة اليدين، وغتخلي اليديدات ديالك بيضاين زي القشطة ما شاء الله حبيباتي. وهذا الشيء راه ما كيخش غير اليدين، ممكن تخدمي بها اي منطقه. المهم هنايا غناخذوا كميه ديال معجون الاسنان، خديت تقريبا معلقه بحال هكايا وكتجمعوا. هذه اختي هي الوصفه الكريميه، وغندير معكم وصفه سائله بمعجون الاسنان. اختي جميع الاسرار ديالي كنشاركهم معكم، فالله يسقم لكم السعد والله يسهل عليكم ان شاء الله دنيا واخره. ما تنسوناش حبيباتي من اللايكات ديالكم لهذا لا فيديو، لانه اللايكات حبيباتي كيزيد ينتشر بهم هذا لا فيديو، كيوصل عند بزاف ديال المتتبعات ان شاء الله وحدين اخرين، وكيستافدوا حتى هما، لانه كلنا عندنا معجون الاسنان ولكن ماشي كلنا عندنا نفس الوصفه وماشي كلنا عندنا نفس الفكره. هذاك الشيء علاش البنات دايره فكره ما شاء الله عليها زوينه، ما تخطرش في بالكم، اقتصاديه. اهم حاجه هو الاقتصاد في ظل هذا الغلاء هذا. فضروري اختي من نتمشاو على الميزانيه ديالنا ونسيروا راسنا، واخا عندنا التكلفه اللي هي قليله ولله الحمد. كما كنقولوا كنا بنات الشعب ما عندناش وما خصناش، ولكن ضروري ما نتهلاو في راسنا. المهم حبيباتي هذا هو القوام ديال الوصفه
كيجي عاقد كريمي. غادي نطبقها معكم، ولكن دابا غندوز معكم الوصفه الثانيه، لانه هذا الفيديو حاولت نشارك معكم الاسرار ديالي اللي كنستخدم انا اليديدات ديالي. كندير هذه الوصفه اللي هي عباره عن خلطه كتنفخ، كتخلي اليدين هكذا راكم شفتوا في ما شاء الله، حتى لا نقشتي شي نقش كيبانوا اختي اليدين كيحمقوا ديال الصحراويات ما شاء الله، غلاضين كيهبلوا. ما شاء الله، يعني كتلقاي اليديده عامره ماشي ضعيفه معظمه، لمسيتها يبان لك العروقه ويبان لك العظومه. زايد هذه الوصفه الثانيه هي عباره عن محلول كيبيض حتى هو البنات اليديدات، يعني الكرماشه ولا عقر الاصابع ما كيخليهش البنات. المهم في المقادير غادي نحتاجوا واحد الاناء اللي كيكون عامر بالماء، سواء دافئ او بارد على حسب. بهذا الشكل هذا خديت انايا واحد الاناء بحال هكايا ولا شي بانيو، وكتضيفي ليه كميه ديال اي معجون اسنان عندك. بحال مثلا انا كنضيف ليه واحد مقدار معلقه على حسب داك كميه الماء. كان كثير راه غادي تخص اكثر من معلقه، كان قليل المهم عينك ميزانك. وبحال كما كنقولوا كترغويه، كديه وتجيبيه حتى كيرغوي وكشكش، كيولي اللون ديال هذا المحلول بيض، ما كيبقاش لون ماء عادي. يعني نتوما كلشي غتشوفوه امام الاعين ديالكم. هذا المحلول هذا البنات ديما كنديرو انا ليدياتي، ما نعاودش لكم كيفاش كيوليو ملسين وناعمين، كما كنقولوا حنايا بحال لي بيبي الصغار، بحال البشره ديال لي بيبي الصغار ملي يلاه كيتزادوا كيما تبان لك شي كوريه ولا ديال معجون الاسنان. يعني خلطيها وحركيها بهذا الشكل هذا. فاش غديري دابا؟ غتاخدي اليد ديالك اللي عندك فيها المشاكل، يعني عندك فيها عقر الاصابع، عندك الكرمشه، عندك التجاعيد، وكتبداي تاخدي ديك الميها وتوضعيها. عرفتوا الماء ملس ما شاء الله. ملي ضفت ليه المعجون الاسنان ما شاء الله على واحد الميها، خديته هنا شويه دافي ماشي بارد، ممكن نتوما تاخذوه بارد او دافئ على حسب. وكدي وتجيبي داك معجون الاسنان بيدك قبل، عاد من بعد كتاخدي ديك الميها وطبطبيها على دوك اليديدات بهذه الطريقه هذه البنات. راه كلشي واضح امامكم. ما شاء الله حبيباتي، كدو تجيبوا هذاك المحلول بهذه الطريقه هذه، تكملي من اليد الاولى دوزي اليد الثانيه، كتهزي الماء وكتطبطبيه على دوك اليدين وكتدهني بهذه الطريقه هذه. هاد المحلول البنات كنديرو انا 2 مرات في الاسابيع، يعني 2 مرات في الاسبوع. والبنات اللي عندهم مشاكل كثيره ممكن تداوموا عليه يوميا مده اسبوع، اي 7 ايام. عرفتي كيخلي اليديدات رطبين وناعمين بحال درتي لهم شي كريمه، غير بمعجون الاسنان والماء. هذا خليط البنات زوين، شوفوا اللون ديالو كيفاش داير، شفتوا البنات ما شاء الله. شوفوا انا كنحاول نبين لكم اللون ديالو كيفاش داير، واحد اللون ما شاء الله اللي هو لون ابيض غزال. كطبطبي به اليد ديالك ما بين 5 حتى ل10 دقائق. وبالنسبه اللي عندها مشاكل في وجهها ولا عنقها، توضعوا في بخاخ وترشوا في اي منطقه بغيتي. بالنسبه لليدين انا كنخدم غير بواحد البانيو بحال هكذا كما وريتكم وشرحت لكم، والمناطق الاخرين كتوضعيه غير ببخاخ. هادشي اللي كاين حبيباتي. هذا المحلول الثاني او الوصفه الثانيه. دابا غندوزو الوصفه الاولى ونطبقها معكم ان شاء الله. فبسم الله غادي ناخذ الوصفه ديالنا العاقده الكريميه، راكم شفتوا كيفاش دايره، وتطبقيها اختي على اليد ديالك بهذا الشكل هذا. كتطبقيها على اليد كامله. عرفتوا راه هذه البنات ما تكثروش منها، كتنفخ اليديدات. عرفتوا كترجعهم كما وريتكم في الفيديوهات، كترجع هذيك اليديده غليوضه كتحمق، ما تستاهلي اختي غير تنقشي وتبيني لي اختي دوك اليدين. كذلك البنات كدهنوها على عقر الاصابع بهذه الطريقه هذه. راه شرحت لكم وشفتوا كل شيء. اللي عندها العقر هادو البنات هما العقره الاصابع، ما عرف صراحه في الدول الاخرى شنو كيتسماو. والكرمشه ديال اليدين راه باينه واضحه. هانتي اختي بغيتي ديري لها شي بلاستيكه تزيدي تعرقيها اكثر مزيان، ما بغيتيش خليها غير بحال هكا، خليها تنشف ما بين 5 حتى 15 او 20 دقيقه. ومني تجف اما فركيها تزولك الوسخ وجلد الاوزه وجلد الدجاجه، اولا غير غسليها ورطبي من بعد وبالصحه والراحه. هذا ما كان ديال الوصفه ديال اليوم.
انتم حبيباتي ما شاء الله عليها، راها زوينه زوينه، ومنذ اول استعمال كتجيب نتيجه. وهذا الشيء كامل غير بمعجون الاسنان اللي موجود في كل دار وفي كل بيت. فبالصحه والراحه، ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله.